ازاي توصل للعملاء كفريلانسر لزيادة دخلك وتحقيق النجاح؟ الجزء التاني. الجزء الأول اتكلمنا عن 4 نقاط، والجزء ده هنكمل باقي النقاط. النقطة الخامسة: العمل على تحسين مهاراتك. لازم دايما تتعلم أدوات وتقنيات جديدة في مجالك بشكل مستمر، وتكون دايما بتذاكر عشان تقدر تطور من الخدمة اللي بتقدمها. النقطة السادسة هي طلب التوصيات والتقييمات. تطلب من العملاء يكتبوا تقييم عن خدمتك على مواقع العمل الحر أو ريفيو وتنشره على حساباتك الخاصة. ده بيزيد جدا من مصداقيتك وبيشجع العملاء الجدد على التعامل معك. النقطة السابعة هي إنشاء موقع ويب شخصي تعرض فيه أعمالك وخدماتك، ويكون زي بورتفوليو ومرجع أساسي للعملاء المحتملين. ده بيزيد من مصداقيتك وبيدي الشغل طابع احترافي. فوجود موقع إلكتروني لو تقدر شيء مهم جدا، علشان كمان ما يكونش اعتمادك طول الوقت على منصات أو وسائل السوشيال ميديا فقط. في النهاية لازم تعرف إن الوصول للعملاء والنجاح في مجال الفريلانس بيتطلب صبر ووقت وجهد، ولكن لو وصلت لأول عميل بتقدر تكمل. فحاول تطبق النصايح أو النقاط اللي اتكلمنا عليها في الجزئين الأول والتاني، وإن شاء الله توصل لعميلك الأول. ولو عندك تحديات معينة في مجال الفريلانس عايز نتكلم عنها ونقدم ليها حلول، قولي عليها في التعليقات.